ونجح المنتخب الكوري في المرور للدور ربع النهائي على حساب السعودية وضرب موعدا مع أستراليا. خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بنتيجة 4 فبراير عقب التعادل الأول من يناير بالوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية ضمن 8 نهائي كأس آسيا قطر 2023. تعد المباراة هي الخامسة التي يخوضها المنتخب السعودي على استاد المدينة التعليمية في مختلف البطولات، ولم ينجح في تحقيق أي انتصار عليه. وكان اللقاء الأول أمام المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب الأخيرة 2021 بدور المجموعات، وخسر المنتخب السعودي بهدف دون رد. فشل المنتخب السعودي في كسر نحس استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4 فبراير مساء الثلاثاء في 8 نهائي كأس آسيا 2023.